هذا ميسرة ما له في التاريخ ولا في السيرة إلا هذا الموقف فقط، اختفى اسمه ميسرة. أرسلته خديجة قالت روح تابعه، فبدأ ميسرة يراقب لأنه مرسول، فاكتشف عدة أشياء. أولا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسجد لصنم ولا يلمس صنم، وكان مرة يتفاوض مع شخص وهو في التجارة وقال يعني كاسرة، احنا نقول كاسرة ويتفاوض معه في القيمة، فقال بكم؟ قال بكذا، قال بكذا، قال له البايع أو المشتري قال احلف باللات والعزى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم المال، قال ما عبدتهما حتى أحلف بهما، أنا ما عبدت عشان أحلف فيها، وفي رواية ما مسستهما، أنا ما عمري لمستها أصلا. فلاحظ ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا قبل البعثة، أنه لا يعبد صنما ولا يسجد لصنم. الأمر الثاني، ميسرة وهو يتفاوض راح النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ضاق صدره من الكلام اللي سمعه، فجلس تحت شجرة. هذا الرجل يناظر الشجرة دي لا يجلس تحتها إلا نبي، فقال ميسرة من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل من العرب من مكة من قبيلة كذا في قريش. قال هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي، يقول له هذه علامة. فميسرة حفظ الكلام هذا. الشيء الثاني، طبعا تمت البيعة بأسرع وقت وبأكثر ثمن دون غش وأرباح أكثر ومصداقية أظهر، خلاف التجارات التي كان يذهب فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق رجعوا، يقول ميسرة فلاحظت أمرا غريبا، ما مشينا مكانا إلا وتظلله وقت الشمس غمامة، وين ما يتحرك تروح معه، وإذا جلس تحت أي شجرة هو ما يروح تحت الظل، هو يقرب عنده وتجي الشجرة مثل المظلة تنزل 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 حتى تظلله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا قص هالقصة على من؟ على خديجة. خديجة بدأت الآن تعيد حساباتها. خديجة شافت رؤيا، الرؤيا وش هي؟ شافت أن البدر القمر مكتمل، أنه يجلس في حضنها، هذا حلم. وراحت تفسر الرؤيا إلى عند ابن عمها ورقة بن نوفل، وقال إن صدقت رؤياك فأنت تتزوجين نبي هذه الأمة. وبدأت تقول هل هو أقرب صفات الكمال والجمال والجلال والهيبة والصدق والأمانة موجودة في هالشخص هذا. فبدأت تحسب حساباتها بطريقة مختلفة، رجع لها بأرباح كثيرة، ورجع لها بتجارة كثيرة، ونجحت التجارة